عسول يا أصيلة، دي اللي بتضحي عشان خاطر جوزك، يلي رحتي بعتي الدهب عشان تاخدي اللقطة. بيتك البيت نور والله. عروسة مين دي يا عمر؟ مراتي. مراتك ازاي يعني وما انا ايه؟ وطي صوتك. تمام، انا متجوزه على سنه الله ورسوله، واظن ان انا عرفتك ان انا هتجوز. حصل؟ عمر ده كان كلام بيتقال كده وخلاص، يعني في مواقف معينة هتجوز، كلام زي أي راجل بيقول لمراته، لكن أنت تعمل كده؟ اسكت. محتاج الذهب بتاعك يا عمر قلت لك مش هينفع. الذهب ده حاجة بتاعتي أنا، حاجة بتاعتي وملكي وأنا حرة. وانا اللي جايبه لك وبفلوسي، ومش طالب اروح اتجوز بيه. انا بطلب منك الذهب عشان خاطر بدل ما ندفع في شقه ايجار هاخد المبلغ اللي انا عاينه معاه او اللي انا عاينه في البنك على الذهب اللي انا هاخده منك وابيعه، ونجيب لنا شقه تلمنا انا وانتي ونوفر ثمن الايجار. ماليش دعوة يا عمر، استلف، خد كارد، روح بقى اشوف حد من يعني أهلك، مراتي أنا تبقى معاها حاجه تساعد جوزها بيها وتقول لي رايح استلف؟ طب وانا ليه ابيع كل اللي حيلتي يا عمر عشان خاطر الشقه؟ افرض يعني الشقه دي اتنصب علينا ولا حاجه، يبقى ولا قدامي ولا ورايا. لا انا مش هعمل، انا ولا طولت بلح الشام ولا عنب باليمن. لا شكرا معلش. يعني مش انت هتقفي جنب جوزك في موقف زي ده يا عمر؟ اولا الذهب اصلا مش عندي، الذهب عند ماما، انا شايلاه هناك. انت بتودي دهبك عند امك ليه من غير ما تعرفيني حاجه زي كده؟ هو ايه وانا موديه فين يعني؟ يا ماما هتسرقه؟ هو ايه اللي موديه عند مامتك ليه؟ انا شايلاه هناك، لما كنا مسافرين شلته علشان خاطر ما يطلعش حد يسرقه ولا حاجه، زياده امان يعني. ايه المشكله؟ يعني مش هتديني الذهب برضه والحاجه لمصلحتك ومصلحه عيالنا اللي هيجوا، صح؟ ربنا يسهل يا عمر، ربنا يسهل، بس انا بصراحه يعني وانا مش عايز الراجل بيقول لمراته، لكن انت تعمل كده؟ اسكتي انت ما تتكلميش معايا. عايزني كلامك معايا انا، وانا رامي الكره في ملعبك زي ما بيقولوا. حابه نكمل على كده يا بنت الحلال، هشيلك فوق راسي ومش هفرق ما بينكم. اصل دي عرفتها في فتره قريبه بس عوضتني بحاجات كتير انا كنت مفتقدها. قصدك ايه يعني يا عمر؟ انا مش كويسه معاك؟ ان انا مش بنت اصول؟ بقول لك ايه، مش عايزين نفتح في اللي فات، ماشي؟ انا اديتك اختيار وفكري. يلا اتفضلي حبيبه، دي هديه بسيطه كده جبتها لك. الله يا عمر، ربنا يخليك لي يا حبيبي. دي اللي كان نفسك فيها لو تفتكري. اه بصي يا حبيبه، يعني وانت معايا يعني مش بقدرك بفلوس ولا بهدايا، بس كفايه اللي انت بتعمليه عشاني. انا بسمعك وانت بتكلمي اهلك، عمر مش مخليني عايزه حاجه، مع ان انا يعني مقصر معاكي في حاجات كتير، وفي حاجات بيبقى نفسك فيها وما اقدرش اجيبها لك. انت عارفه الظروف مش احسن حاجه يا حبيبي، ولا مقصر ولا اي حاجه، واي واحده مكاني هتعمل كده. لا مش انت كله مكبر بيعمل ليه كده. الموضوع يعني؟ صدقيني مش كله بيعمل كده. في ناس يعني كل همها الفلوس، مش مهم انا ادي الجزء ايه، اخاف عليه ازاي، اهتم بيه، لا هو هاته بس. فانا شفت فيك حاجات بجد عوضتني عن ايام كتير وحشه في حياتي، فانا لو طلت اجيب لك الدنيا كلها والله ما اتاخر عشان. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى في حاجه احسن ان شاء الله. حبيبي يا عمر. ماشي. مين؟ ايوه يا عمر افتح. يا استاذ محمود ازيك يا عمر، عامل ايه؟ الله يخليك. انا اقول لك بس كلمتين بعيد عن الناس عشان ما حدش بس ايه يسمعك. اتفضل يا استاذ محمود. انت عامل ايه؟ المهم في نعمه الحمد لله. دلوقتي ده رابع شهر وانت مأخر عليا الايجار. عارف انا والله يا صبرت أستاذ عليك محمود. شهر، 2، 3. مفيش حد بيعمل كده يا عمر. استاذ محمود انت عارف الظروف يعني واللي جاي على ما مش بتاعتي بقى يا عمر، استناك شهر 2 3. انا مش بتاعت الظروف او مش الظروف. طيب حاضر، هحاول ادبر لك المبلغ وربنا بص يا عمر، لو مش عارف تدبر خلاص سيب لي شقتي. في ناس ثانيه جايه بتكلمني في ايجار. لا ان شاء الله هتتحل باذن الله. خلاص يا عمر، انا مستني منك رد. سلام. ايه رايك؟ وانا مالي؟ ايه يا حبيبي خير؟ انت نزلت من غير ما تقولي لي ورحت فين؟ ما انا لو كنت قلت لك يا عمر ان انا رايحه المشوار ده كنت هتقولي لا. مشوار ايه؟ اتفضل ايه ادفع الفلوس دي؟ الايجار اللي عليك، انا بعت الدهب. طب بعتي حاجتك ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي ما عشان خاطر انا شايفه الديون اللي عليك، وانا لو ما وقفتش جنبك يعني مين اللي هيقف جنبك؟ وانت اللي جايب لي الدهب دوت. طب انت عارفه ان انا ظروفي مش احسن حاجه الايام دي، ومش هقدر ان انا اعوضك بالذهب ده تاني. يا حبيبي ما تعوضنيش بحاجه، انت اللي جايبه. يا حبيبي ما تجيبهوش، هي الدنيا كده، مره فوق مره تحت، هنعمل ايه يعني؟ ولما اهلك يسالوكي دهبك فين، هتقولي لها ولا هتقولي لابوكي ولا يا لامك حبيبي. جوزي بيعني دهبي؟ لا طبعا، انت وقت ما ربنا يفرجها عليك يا حبيبي هتجيبهم لي، وانا اصلا مش عايزاهم. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، بس انت بتقفي جنبي وكل يوم
بتثبتي لي ان انا اختياري ليكي ده كان صح، ربنا يخليك يا عمر. ان الزوجه الاصيله هي اللي بتقف جنب جوزها في المحنه. مش عايز افتح في اللي فات، بس انت عوض ربنا ليا، وانا اوعدك ان انا اعمل المستحيل عشان ارجع لك الذهب ده ربنا يخليك يا حبيبي. وبزياده. جرى ايه بنت الاصول يا اصيله، دي اللي بتضحي عشان خاطر جوزك، يلي رحتي بعتي الذهب عشان تاخدي اللقطه. هو انت مش هتبطلي الشغل الرخيص ده؟ على كل فكره شوية اي تروحي واحده مكاني بس هتعمل بس كده. بس بلا اي واحده مكانك. طب ما انا كنت مكانك ما عملتش كده ليه؟ ماليش دعوه بيكي والله. في بتبقى بنت اصول وفي ما بتبقاش بنت اصول. قصدك ايه يعني يا حبيبه؟ والله قصدي انت فاهماه يا ساره. لا والله هو في واقف واحده معانا. قصدك خبيثه وسوسه بتقعد تعمل الادوار كده قدام جوزها، كل شويه تاخد لقطه. خد استنى بعت الذهب عشان تدفع الايجار عشان تبقى انت البريئه الجميله لا اللي انا في ما باخدش نظره. لقطات يا ساره والله، وانت عارفه بحاجه زي كده. اديكي شفتي صاحب الايجار كان عامل ايه معانا، صح ولا لا؟ وهو واقف معانا كتير. يا عيني، ما هو يا حبيبتي ملزوم، هو راجل البيت المفروض اللي يصرف علينا. وانت مستغربه ليه؟ الست الاصيله الجدعه اللي تقف جنب جوزها في محنته. والله يا حبيبتي كنت بقول زيك كده زمان، لحد ما ماما جت نورتني وقالت لي لا هيفضل يتكل على كده. المره الجايه برضو انت اللي هتدفعي الايجار. خلاص بقى، ما انت عملتيها مره هتقعدي تعمليها كل مره. يلا روحي بقى اشحاتي عشان تدفعي الايجار. سكني انت وهو. ازيك يا ست هانم؟ ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. هو انت لا منك ولا من كفايه شرك؟ قصدك ايه يعني؟ اصل حبيبه ما بتضربش البوز غير لما تبقى شاده معاكي. انت فتحتي كلام معاها النهارده، خليكي صريحه، انا عارف اللي في قلبك على لسانك وما بتعرفيش تخبي. عادي يعني يا عمر، اتكلمت عادي يعني زي ما آه. بتكلم عادي. واتكلمت معاها بخصوص ايه بقى؟ لو عادي انت يعني جدعه يا عمر، قولي. في ايه؟ الله، ما تتكلمي انت كده، انا خنقت؟ بحب الصراحه. لا والله ما اتكلمت، انا بصيت في عينيها عرفت. عمر بصراحه يعني انا ما بتكسفش، وانت عارف ان انا ما بخافش من حاجه. المفروض انت اللي تبقى ملزوم من البيت، انا ماليش دعوه بقى. هي عايزه تضحي، هي عايزه تعمل تطلع فيها دور البت الملاك البريء، انا ماليش دعوه بكل طب ده. وانت انا مالك؟ ليا ان انت اللي تصرف. وانت مالك؟ عشان انا خدت انت الفلوس راجل منك؟ البيت. انا خدت الفلوس منك؟ ما انا طلبتها منك وما اديتنيش قبل كده، ولا ناسيه لما طلبت منك الذهب وكنت بجيبه لمصلحتك، ان انا اعمل لك مستقبل انت وابننا اللي جاي، عشان خاطر شقه ملك نعيش فيها بدل ما ندفع ايجار ونتذل، والايجار كل يوم في الطالع. ما وقفتيش جنبي، فجبت مراخيرك الارض واتجوزت عليكي، وبرضه لسه جبروت ومش عايزه تحطي واطي. صح، انا مش عارف انت جنس ملتك ايه بجد. انا الظروف اللي انا فيها دلوقتي دي كان زماني شغال وراجل كسيب، وانت عارفه كنت بشتغل بالعربيه. نرجع بقى لايام زمان واقول لك انا بعت العربيه عشان اعمل لك العمليه اللي لولاها كان زمانك ميته يا ساره. وما بحبش افتكر الكلام ده ولا افكرك بيه عشان ما احرقش دمك، وانت كل يوم تفوري دمي واقول هتتغير وتغير من رد فعل حبيبي واللي بتعمله معايا، وابقى عارف ان انت شايفه وسامعه، واقول معلش مصيرها تبقى طيبه، مصيرها هتتغير وتقدر جوزها اللي بيقدرها. بس عارف كل ده مش منك، ده تفكير امك، هي اللي لعبه في دماغك، وهي اللي وصلتك للمرحله دي، وهي اللي هتخرب بيتك. صح، انا تعبت. واحده غيرك يا شيخه بجد تقول شكرا على اللي انت بتعمله معايا او اللي عملته معايا او تفتكرهولي. انما انا بجد تعبت معاكي وما بقتش لاقي لك حل والله العظيم. يعني اي ست بتتكسر لما جوزها بيتجوز عليها. انا تعبت يا ساره بجد من اللي انت بتعمليه. انا كل يوم بقول ان ساره هتتغير، واي ست لما حتى جوزها يعني بيعرف بنت عليها انا اتجوزت، المفروض الحاجه دي تاثر فيك، تبدا تقول انا مقصره مع جوزي في ايه. طب ايه اللي انا مقصره معاه فيه؟ واقول له انا اسفه. خلاص يا عمر، انت فعلا معاك حق. انا مش هكابر في الغلط، ولا ان انا هفضل اتمادى في الغلط ده. انت فعلا معاك حق. انا ماما هي اللي كانت قايله لي بصراحه ان انا ما اديلكش الذهب يا عمر. هو اي نعم من حقك وكل حاجه ان انت تاخده، بس هي ماما يعني قعدت تضغط عليا وقالت لي وانت فين شخصيتك؟ ليه ما تقولهاش ان الراجل ده كويس معايا؟ طب هي مش عايشه معانا ولا بتعرف انا بعمل عشانك ايه او هعمل عشانك ايه؟ يبقى ضرب بالجميل. بقى انا غلطانه، معلش هي غلطه، وانا للاسف الذهب وهرميه تحت لا لا رجلك لا 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 يا ذهب ولا فضه ولا خلاص. حاجه. اللي في القلب في القلب، وانا مش عارف اصفلك في يوم وليله يا ساره بجد، لان الحبيبه خدت مكانه كبيره في حياتي، وكفايه اللي هي عملته معايا ولسه بتعمله، وما عملتلهاش ربع اللي عملته عشانك. حاولي تتغيري وما اعرفش هتلاقيني بقى موجود في حياتك ولا كمان انا مش هعرف انسى اللي انت عملتيه معايا. انا هصلح يا عمر كل حاجه. مش حاجه، مش اي حاجه ما ينفع باظت تتصلح.